السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم جديد مع بعض، نعمل الفطار ونشوف هنعمل ايه. يلا نحط حتة سمنة كده صغيرة وعليها حبة زيت، تسيبهم يتقدحوا قوي 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 معاكي. يا جماعة يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، انا بشكرهم جدا 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 اللي بيساعدوا على الفيديوهات ويعملوا تعليق ويعملوا اشتراك معايا على القناة. انا بشكرهم جدا جدا جدا، ويا ريت اللي بيدخل يا جماعة يتفرج ما ينساش الاعجاب والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، وكل يوم بنعمل فطار مع بعض يوصلكوا نشوف احنا بنعمل ايه. كده اتقدحت معانا اهي، هنحط بقى كده بيبقى لونها شهيط معانا اهي، ونقلبهم مع بعض. هيبقى فطارنا النهارده. هنغير بقى النهارده من الرز ومن اللحوم ومن الاسماك، هنعمل كده اهي يا جماعه. بنقلبها على طول اهي نقلب بس تتشوح شويه كده قبل ما نحط لها حاجه. النهارده بقى هنعمل فطارنا ايه؟ هنعمل الكبده ديت، وهنعمل بطاطس شيبسي، وهنعمل ملوخيه، وهنعمل سلطه وشويه مسقعه وبيض، ونسلق بيض. يعني هيبقى فطار خفيف كده النهارده، يعني نريح يوم ونعمل الاجر بتاعتنا برضو اللي احنا بنعملها كل يوم. كل يوم لازم نعمل، احنا متعودين على كده يا جماعه في رمضان، ان احنا كل يوم لازم على الفطار بتاعنا الاباجير بتاعتنا اللي احنا بنعملها. هنحط بقى بصل، اعجاب يا جماعه، ما تنسوش الاعجاب بالقناه يا جماعه عشان فيديوهاتي تفضل توصلكوا على طول. ده فلفل اخضر، انا ما حطيتش عشان الفلفل ده بس حامي اهوت. شويه صلصه بس كده، نحط بقى شويه فلفل اسود، نحط معلقه فلفل اسود، ونحط قرفه، نحط قرفه اهي وورق لورا، شويه ملح، شويه كمون اهو، وقلبيهم بقى كلهم مع بعض كده. وتبصي تحطي حبه ميه صغيرين وتوطي عليه، ما تكتريش الميه معاكي عشان هي هتنزل الميه برضه. حطي حبه ميه صغيرين وتوطي بقى وتسيبيها تستوي معاكي. اللي عايز يا جماعه يعرف الطريقه ديت، انا برضو كنت منزله فيديو قبل كده بالطريقه دي برضو كامله، وازاي ان احنا ما نخليش في ناس دايما بتشتكي ان مهما بتعملها تبقى زفره معاها، بتشم ريحه زفاره. لا، انا قايله قبل كده ان احنا نعمل فيها ايه عشان ما نشمش ريحه الزفاره دي خالص. ان احنا يا جماعه بناخد القنص كله بنسلقه الاول، من غير الكبده، القنص بس تسلقيه الاول في ميه وملح وكمون زي ما انت بتسلقي حاجه للاكل، وبعدين ترمي الميه بتاعتها، وبعدين تقطعيها مع الكبد كده ما تشميش ريحه زفاره خالص خالص خالص. اهي يا جماعه معاكم اهي. يبقى احنا حطينا الكبده وحطينا بصل وفلفل، وكان في فص ثوم برده، وحطينا البهارات بتاعتنا ومعلقه صلصه، وقطع عليها بقى النار وسيبيها بقى تستوي، هتاكلي كده احلى كبده. كده بقى لسه بقى هنعمل الملوخيه واوريها لكم بس احنا بنعملها. يلا بقى نعمل مع بعض شويه مسقعه. انا هعملها بطريقتي يا جماعه، كل واحد برده ليه طريقته، كل واحد ليه طريقته. حطيت كده حبه زيت اهو، وادي تشويحه كده للبتنجان بس. طبعا ايه، زي ما بقول كل واحد ليه طريقته، معاه في ناس ما بتعملهاش كده خالص. وممكن برضه تكتبوا لي في التعليقات طريقتكم في عمايل المسقعه، نستفيد من بعض برضه ونشوف بتعملوها ازاي.
ده البتنجان اللي احنا قطعناه من الصبح، واحط عليه شويه ملح، ميه وملح اهوت. تقلبيه بقى لما ياخد لون معاك كده بسيط. وانا حطيت هنا الصلصه بتاعت الملوخيه معانا اهي عشان الملوخيه برضه. وادي المسقعه هنعملها. فكرنا النهارده هيبقى حاجات نواشف كده يعني نغير النهارده. ولسه الفيديوهات يا جماعه يتفرج ونفسي اعجاب. يا ريت كان بعد اذن حضراتكم يا ريت تعملوا اعجاب للقناه وتشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد معانا. اهوت نقلب مع بعض. كتروا يا جماعه في الاعجاب، اعجاب بالفيديوهات يا جماعه عشان القناه تفضل مستمره معاكم. واي حد بيدخل طبعا على دماغي من فوق ويشرفني انكم تدخلوا تتفرجوا على الفيديوهات. بس ما تنسوش بالله عليكم تعملوا اعجاب بالقناه واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، وتفضل القناه برضه يعني موجوده معاكم اهوت. يبقى انا هنا عملت الكبده مولعه عليها برضه اهوت، وبعمل الملوخيه وبعمل المسقعه اهوت. هتاخد بس لون وارجع اوريها تاني على طول. كده انا شلت البتنجان اهوت، شوحته شويه مع بعض اهوت. هنا بقى هنحط بصلايه كده اهو. هنكمل البتنجان يا جماعه نشوحها بس. هنا معانا الملوخيه هبقى اعملها اهوت. حطيت الشوربه بتاعت البصل اللي انا كنت عليها يا جماعه تنفع قوي للملوخيه اهي. حطيتها معانا اهي. هديها عليها الملوخيه على طول، وبعدين نعمل ايه الصلصه بتاعتها. واحنا هنا بنشوح البصل بتاع المسقعه بقى الملوخيه معانا كده. الملوخيه ناشفه يا جماعه مش خضرا، هي ناشفه. انا بحب الملوخيه ناشفه عموما يعني. نحط عليها بس حاجه نعمل ايه الطشه بتاعتها مع بعض. والبصل بتاع المسقعه معانا برضه اهو، يعني هصفره بس مش هحمره اهو. مع بعض الطشه بتاعت الملوخيه اهي. هنا البصله بس صفرتها وحطيت عليها طماطم وشويه ملح عشان المسقعه. وهنا بقى الطشه نصفر برضه التومه شويه، ما تحرقيش التومه. كده كمان الملوخيه معانا جميله اهي قوامها اهو. شوفوا قوامها اهو كده، قوام مظبوط معاكي اهوت. بس كده الملوخيه كده خلاص، طفي عليها بقى على طول. وكده خلاص الملوخيه معانا خلصت اهيت. وادي الصلصه بتاعت المسقعه معانا اهيت اهي. دي بقى يعني هتسبكها واقوم حاطه فيها البتنجان ده واسيبها بس يعني حوالي 10 دقايق بس كده وطفي عليه. بس كده ده المسقعه. ومعانا برضو الكبده اهيت اللي احنا عاملينها مع بعض. يبقى كده ما عندناش الا الشيبسي بس. انا عامله شيبسي اهوت مقطعاه من الصبح، حاطه عليه ملح وليمون وخل. يعني هعمله بقى قبل الفطار وهبقى اوريه لكم برده لما احمره بس.
راح بقى دلوقتي اعمل الابابير في الفرن، واوريكم بقى في الاخر كده وانا بغرف الفطار بتاعنا شكله. وده بقى كان فطارنا النهارده، الكبده اهيت اهي، ودي الملوخيه اهي، ودي المسقعه، ودي السلطه، وبيض مسلوق، وبتنجان، وزيتون مخلل، والشيبس اللي انا عاملاه اهوت، ولسه دلوقتي مطلعه الابابير. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو متنسوش الإعجاب بالقناة والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد.